هي اي تبريد، نظام تبريد اي الحته اللي ناقصه تبريد بيبردها تلقائي. يا محمد انت لو حطيت الفيشة خلاص التلاجة هتبرد تلقائي. انا مش فاهمة ايه الفكرة. يعني هل في تلاجة انت قابلتها في حياتك حطيت الفيشة لقيتها بقت دفاية؟ على فكرة انا عيالي لما بيسألوني ايه اللي في التلاجة بقول لهم ايه ده بقى؟ Hey Samsung. ايه سامسونج؟ قالت لها هي سامسونج التلاجه فتحت. لو عيل من عيالي دخل الأوضة بالليل وقال للتلاجة هي سامسونج انا هعمل فيه ايه؟ يا عيني على الدلع. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ تمام، حطيت موزه جوه، هتعملي بيها ايه؟ ابهريني. قفلت في شاشه بره، تمام. يا عيني يا بت اللذينه، التلاجه بتقول لك ايه اللي جوه التلاجه وهي مقفوله، محتويات التلاجه. على فكرة انا عيالي لما بيسألوني ايه اللي في التلاجة بقول لهم ولا اي اندهاش. ماشي. انا بتقول لك حط ليمونه او اي فاكهه هتحوله لمشروب غازي، قالت صنع صودا. حلوه قوي دي. العيال بتعمل حمام على نفسها بالليل، ازاي يعني انا اجيبها يعني تعمل لي حاجه ساقعه؟ حلوه قوي. ايه التلاجه دي يا جدعان؟ ماشي. وانا بتقول لك لو انت زعلان من التلاجه ومش عايز تكلمها تقول لها هي سامسونج، تفتحها من تحت، تصالحها، تحسس عليها من تحت كده، تفتحها. لا يا عم، يا عم عيب، يا عم استغفر الله العظيم يا رب. وشاشه سمارت فيها يوتيوب، او تفتحي نت براحتك وتتفرجي على اليوتيوب وانت بتطبخي، او تتكلمي كمان في الموبايل. اتكلم في الموبايل من التلاجة واحط ودني على الديب فريزر ولا احط ودني فين؟ انا مش فاهم ازاي يعني. وبعدين مالها الشاشات؟ اثرت معاك في ايه؟ يعني ما الشاشه بتفرج عليها. وعلى فكره انا بتفرج برضو على اليوتيوب على الموبايل عادي وانا في المطبخ بعمل الاكل. لا، دي تلاجه. كفايه مش عارفين ننام الثلاجه دي. ثلاجه ثلاجه. هي اي تبريد، نظام تبريد اي الحته اللي ناقصه تبريد بيبردها تلقائي. يا محمد انت لو حطيت الفيشه خلاص التلاجة هتبرد تلقائي. انا مش فاهمه ايه الفكرة. يعني هل في تلاجة انت قابلتها في حياتك حطيت الفيشة لقيتها بقت دفاية؟ ايه ده يا جدعان؟ ماشي، حاطط حاجات في التلاجة، تمام. بتقول لك بقى محتويات التلاجة كلها، ولو انت مش عارفه تطبخي ايه تيجي تسالي ولادك اطبخ النهارده، يقولوا لك اي حاجه زي ما بعمل مع امي، هي هتقول لك بناء على محتويات التلاجة تطبخي ايه النهارده. ولو مش بتعرفي تطبخي هتقول لك الوصفه. على فكرة انا بسأل جيميناي عادي. لو لقيت عيالي قالوا لي اطبخي اي حاجة هم مثلا او جوزي عادي بسأل جيميناي مش بيأثر. الصراحة الراجل بيقول لي الوصفة كتر خيره طبعا. بس يعني اوقات بيقول لي حاجات ببقى يعني مش عارفة هتشل حرفيا وعلى فكرة التلاجة برضه هتبقى زيه ماشي. هي نفس النسخة بس على أكبر شوية. يا عيني. اوه، ده في كاميرا كمان بتقول لك لو انت في سوبر ماركت بقى ومش عارف ايه اللي ناقصك هتعرف بالموبايل. يا ابني مفيش الكلام ده. احنا كستات بيوت بنروح السوبر ماركت أو بنروح ننزل السوق بنبقى عارفين احنا عايزين نجيب ايه. كيلو بتنجان، كيلو قوطة، نص كيلو خيار، على ربع فلفل. احنا مش محتاجين يا بابا نعرف الحاجات دي. احنا سمارت. احنا النسخة سمارت. ماشي. احنا عدينا الاي اي. وفلتر، فيها فلتر ميه، مش محتاجين فلتر. وطبعا مكعبات تلج بتتعمل بطريقتين. ما تخلينيش اجيب لك الفلتر الثلاث مراحل اللي عندي اللي انا حطاه تحت الحوض. ما تخلينيش اطلع اجيبهم لك ولا اطلع اجيب لك درج التلج اللي انا حاطاه في الفريزر. كل ده في اي تلاجة وفي اي بيت. مش بص مش افتكاسة. مش هتقنعني برضو مش هجيبها. ايه التلاجة دي؟ لا، دي ان شاء الله اجيبها في شقتي المستقبليه. ايه ده يا جدعان؟ وجامد قوي حوار السوبر ماركت ده، تعرف محتويات التلاجة تتفرج عليها وانت في السوبر ماركت. والله تلاجة زيها انت ليه مش مصدق؟ بيتي المستقبلي لازم يبقى فيه التلاجة دي تعمل لها 20,000 جنيه دي مستريح. ليه يعني تجيب التلاجة دي؟ هتتجوز واحدة عندها زهايمر مش عارفة ايه اللي في تلاجتها؟ لا هتعرف ما تقلقش. وبعدين احنا بنزهق اصلا من قعدة المطبخ. نصيحة مني بلاش. وبعدين هتخلص لك باقة النت بسرعة. ماشي. احنا مش ناقصين.